جاموس أم بقر؟ وزير الفلاحة أمام المساءلة البرلمانية. إليكم التفاصيل. مع ما رافق وصول شحنة مكونة من 2800 رأس من الأبقار البرازيلية المخصصة للذبح إلى ميناء الجرف الأصفر من موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المشككة في هويتها، إذ بلغ الجدل إلى قبة البرلمان. وجهت إلهام الساقي عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول جودة رؤوس الأبقار المستوردة لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وذكرت الساقي أنه في إطار التدابير المستعجلة التي باشرتها الحكومة لتعزيز السوق الوطنية بما يكفي من المواد الأساسية، ولم يصدر عن الحكومة أي رد بشأن السلالة المستوردة وما إن كانت من فصيلة الجاموس، بيد أن تصريحات رسمية اعتبرت أن عملية الاستيراد تحترم المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية.